الأزمة السورية. يعني أحد التسريبات أنا ما تأكدت منه، لكن هو تسريب أصبح موجود على كل المواقع الإلكترونية حتى بعض الأقنية الإعلامية. يقول أن هناك مشادة كلامية وقعت بين فيتالي تشوركين وهو المندوب الروسي في مجلس الأمن وبين أمير قطر. الأول الثاني يقول للأول، يعني أقصد هنا السيد حمد، يقول لفيتالي تشوركين حذاري، يعني يحذره من اتخاذ أي فيتو بشأن الأزمة في سوريا على روسيا أن توافق على القرار، وإلا فإنها ستخسر جميع الدول العربية. يعني أمير قطر يتكلم، عفوا وزير خارجية قطر يتكلم مع فيتالي تشوركين بهذه النبرة، بهذه المستوى من الكلام، إما أن توافق أو أنك ستخسر جميع الدول العربية، لن يعد لروسيا موطئ قدم في الدول العربية. فكان رد الروسي وبكل برود أعصاب، إذا عدت للتحدث معي بهذه النبرة لن يكون هناك شيء اسمه قطر بعد اليوم. هو لم يناقشه حتى في طلباته، يناقشه فقط في نبرة الصوت التي تحدث بها القطري تجاه الروسي. هلا عمليا عندما يقول لافروف أن أي قرار أو مجرد طرح القرار على التصويت بشأن الأزمة السورية، هذا يعني أن فضيحة كبرى، وهو خليني استخدم التعبير اللي هو قال بدقة، فضيحة أخرى في مجلس الأمن ستظهر للعالم.